في شراكه طبيعيه هي وزارات بلا اسوار بيننا وبين التربيه والتعليم والتعليم العالي حتى والبحث العلمي على مستوى المواهب في كل الفنون. تمام. الفنون والابتكار العلمي في تبع بحيث يبقى في منتدى مشترك يتم صقله مع بعض ان شاء الله، فده موجود اوريدي يعني. تمام. وكان في بروتوكول مسبق يعني ممكن تتحركوا لو انتوا عندكم اليات محدده الحركه بقى داخل الوزارات، زي مثلا اطلاق مسابقه في الشعر او في الزجل او في المقال او في المسرح او كده، لا بتعملوا مسابقه وتحكم، ودي طريقه اكتشاف المواهب طبعا، انك تعمل مسابقه يبقى عندك قاعده بيانات عن الموهوبين، القاعده دي تقيم هؤلاء وتصنفهم وترفع احتياجاتهم ويبقى موجودين معاك على طول ان شاء الله. حضرتك عارف ان المعاليك ده بيتم بشكل رسمي يعني مكاتبات ومقررات وكده؟ ما هو قلنا المحافظ هو المسؤول عن المبادره، يعني التنفيذ عند المحافظ. المحافظ معاه مديريه التعليم ومعاه مديريه الشباب ومعاه مديريه الرياضه ومعاه مديريه الثقافه، وبرضه وزاره الثقافه معانا، فهو اللي معاه بينسق بينهم كلهم. وانا شفت مثلا في اسيوط جابوا لي ورقه كويسه جدا بدا تنسيق فعلا بينهم على العمل على الارض يعني. تمام. ما شفتش لسه سوهاج عملوا ايه، لكن شفت في اسيوط امبارح ورقه محدده بمبادرات بالنشاط بالميعاد امتى ومين هينفذها. تمام. فاستغلوا ان شاء الله. عندنا النيه دي، وعندنا فعلا احنا عاملين بروتوكول كويس وعاملين برنامج كويس، حتى مدخلين فيه المسرح، يعني احنا عندنا الشباب بيكتب مسرح كويس، بيكتب مسرح شعري، وعندنا اللي يقدم، وهنا في حد بيعمل موسيقى وحد بيعمل ديكور، يعني احنا ممكن ننفذ مسرح هنا في نشاط. طب نسمع ابداع من ابداعاتهم كده. اتفضل دكتور محمد. اتفضل حاجه واحده عامل كده من اتفضل يا دكتور محمد. اتفضل. دكتور محمد خالد طبيب الشاعر. عشان يسمع حاجه حلوه. كل قيس لليلى.